عمر أوشة، الشاب اللي عامل أغاني كتير قوي بيسب فيها الرسول وبيسب فيها ربنا واستغفر الله العظيم. طيب، أنا عملت فيديو من يومين عن الولد ده وكنت سبب في إن الموضوع ينتشر، والحمد لله انتشر. وفي ناس كتير بلغت عن الأغاني، وفي ناس كتير عرفته، وفي ناس كتير بقت بتبلغ بيه، وفي ناس كتير عملت عليه فيديوهات. طيب، تعالوا بقى هنا نتكلم بالعقل شوية. سامحوني أنا تعبان النهاردة. عمر أوشة مبدئيا كده هو شاب مصري مقيم في كندا حاليا، واهله موجودين هنا في مصر. طيب كمل الفيديو للاخر عشان مش عاوزك تتسرع في الكلام. طيب انت دلوقتي هتعمل ايه لعمر؟ دورك ان انت تبلغ عن الاغاني وتبلغ عن اكونتاته فقط لا غير. طيب نيجي بقى للكلام المهم. اولا كده الشاب ده في حكم الدين فهو مرتد. طيب هل هو عشان مرتد فواجبي ان انا لا يا فندم، اللي يعمل كده بس هو ولي الامر، اي الرئيس والحاكم اللي هو مين؟ شيخ الازهر او القضاء. انت مالكش ان انت تشيل القصافة وترفعها عليه. طيب هتقولي مرتد ازاي وانت هتكفره؟ هقول لك يا فندم، اللي بيسب الرسول واللي بيسب الله فده في حكم الدين فهو مرتد. مرتد. انا ما بجيبش حاجه من عند امي، راجعوا ورايا. تمام. طيب ايه المرتد؟ المرتد بيتعمل فيه ايه؟ زي ما قلت لكم كده، لو هيتنفذ عليه الحد اللي هو القانون حاليا، فايا كان بقى حكم ازدراء اديان، حكم اي حكم ايا كان هو ايه، احنا ملناش دعوة. اللي ينفذ هو القضاء والحاكم. تاني، القضاء والحاكم. عشان شفت ناس عاوزة ان هي تروح وطالما هو مش هنا فاهله هنا. يا سلام، يسأل. طب افرض اهله مثلا مش عاجبهم حاله او مش عاجبهم اللي هو بيعمله او يا جدع، القرآن بيقول لك لا تذر وازرة وزر اخرى. يا رب اكون قلت لا صح. تمام. فمش معنى ان هو عمل كده فانت تاخد اهله بنفس ذنبه. تمام. وحتى لو اهله بنفس ذنبه اشكال زيه برضه بالظبط كده، انت مالكش ان انت تعمل حاجة خاصة بالحياة. بالحياة. يعني ما تروحش اظن العلامة دي واضحة عشان الخوارزميات بس. طيب احنا بدورنا كمحروق دمنا نعمل ايه؟ هقول لك يا صديقي، ما يتحرقش دمك. يا ما عدى من 1450 سنة كانت بتحصل الحاجات ديت، ويا ما عدت ويا ما اتخذ فيها اجراءات والدنيا زي الفل. فزيه زي سلوان موميكا او سلمان موميكا، مش فاكر اسمه ايه بالظبط. فربنا هو اللي هينتقم منه طالما مش هيطبق عليه قضاء او قانون. فبالتالي دورنا احنا كناس عاديين ان احنا نبلغ عن الصفحات ونبلغ عن الاغاني. تتقفل بقى ما تتقفلش، احنا عملنا اللي علينا وحارب الفكر بالفكر. دور بقى اخواتنا المحاميين الاجلاء الافاضل اللي ان هم يرفعوا دعوى قضائيه عليه ويمارسوا حقهم القانوني ويخشوا بقى في السكك القانونيه بتاعتهم دي، ويحاولوا ان هم يأدبوا الشخص ده بالقانون. بعيد تاني، بالقانون، سواء ازدراء اديان او اي حاجه تانية. ولكن انا هنا يا صديقي عندي سؤال بسيط جدا جدا محتاج كل الناس تجاوبني عليه، وهو ليه كل الملحدين بيغلطوا وبيشتموا وبيناقشوا في الإسلام بس؟ طيب انت كملحد انت المفروض ان انت قريت في كل الأديان السماوية والأرضية والفضائية، كل حاجة بتقرا فيها وبتختار الدين اللي يعجبك أو الدين اللي انت شايفه قريب من قناعاتك يا سيدي. تمام. ده لو انت ما لقيتش حاجه خالص فبالتالي بتتجه ان انت تبقى ملحد، مش عاجبك ولا دين ومش عاوز تبقى على اي دين. فبالتالي ليه دايما بشوف الملحدين بيغلطوا في دين انا بس؟ يعني ليه دايما بتغلط في دين الاسلام بس؟ انا مش فاهم. هل انت متاكد ان انت ملحد، ولا انت واخد كلمه ان انت ملحد ستاره علشان تداريك ان انت اصلا على دين تاني غير الاسلام مثلا؟ فواخد كلمة ان انت ملحد وبتطلع على نفسك ان انت ملحد علشان محدش يكتشف حقيقتك ويكتشف ان انت على دين تاني. وياما حصلت، وياما في ناس واخدين اسامي مسلمين، بل وفي منهم اللي بيلبس عمامة الازهر ويقول لك انا مسلم وجاي اجدد الخطاب الجيني. ها وهو اصلا لا مسلم ولا اي حاجة وعلى دين تاني، وبيتكلم في دينك الاسلامي بحجة ان هو مسلم، او يكون بحجة ان هو ملحد وهو اصلا على دين تاني فبيتكلم بحجة ان هو ملحد. طب انت يا عم الملحد ما بشوفكش بتتكلم عن اي دين تاني ليه؟
بشوفكش بتتكلم عن البوذ، مش هتكلم بقى عن الاديان الاتنين التانيين، مش بشوفكش بتتكلم عن البوذيه ليه؟ ها، عن عبدة الفئران ليه؟ عبدة البقر ليه؟ عبدة الكراسي ما بتتكلمش عنه، عبدة رجول الستات ما بتتكلمش، عبدة الشيطان يا اخي ما بتتكلمش عنهم ليه؟ ولا هو الدين الاسلامي اللي واقف في زورك؟ قلت لي طب ما يمكن الدين الاسلامي فيه ارهاب، فيه حاجات مش حلوه. هقول لك تعالى ناقشني، تعالى ناقشني ونشوف انهي دين اللي فيه ارهاب. تعالى ناقشني ونشوف انهي دين اللي فيه حاجات صح وحاجات غلط. تعالى ناقشني. ليه تطلع تسب راجل انت كده بروح امك ان انت طالع تسب؟ طيب ما تحارب الفكر بالفكر، واللي يغلب التاني يبقى انتصر على التاني يا سيدي. بين لي ان انا على غلط وانا باين لك ان انت على غلط. انا مش قصدي اللي هو انا كضياء يعني، لا. فاهمني يا عم الملحد الكيوت، يا اللي عامل نفسك ملحد. خليك يا صديقي شجاع واطلع ناقش، اطلع اطرح الأسئلة بتاعتك اللي محدش بيجاوبك عليها. يا ملحد. أعرفك بقى إن الملحد اللي بجد بيبقى بيدور على أسئلة في كل حاجة، كل حاجة كل حاجة حرفيا. حتى ليه الكاميرا دي بقت كاميرا؟ تمام. فممكن إن هو بيسأل أسئلة في دين معين، فما بيلاقيش مثلا إجابات على الأسئلة بتاعته فبيلحي. هل كده ده هو مقصر في حاجة؟ هقول لك لا، هو ما لقاش إجابة للأسئلة. في حد مقصر أو في حد ما عندوش علم كافي يجاوب عليه، فبالتالي الشخص ده ساب دينك. طب معنى إن هو يسيب دينك مش معنى إن هو يشتم في دينك. طيب ساب دينك، طب روح يا سيدي جرب الدين التاني، جرب الدين التالت، جرب الدين الرابع، جرب الدين الخامس. عدي على دور الديانات، مفيش ولا واحدة فيهم عجبك نهائي. فبدل يا صديقي ما اي حد طلع يقول لك ان هو ملحد فبالتالي تشجع على موت وخراب دياره. انا قلتها بسرعه عشان الخوارزم، تشجع على كده اهو. فلا، انت كده انت عندك مشكله. انت كده عندك مشكله. ما يبقاش اي حد طالع يناقش في دينك او طالع يهاجم دينك فتشجع ان هو، او هو مش بقرة في عيد الاضحيه. دماغه، انت كمان عندك دماغ. تمام. حاربوا بعض بالافكار، ما تحاربوش بعض بالايدين. الايدين دي للجيوش للدول، احنا ملناش دعوه. احنا مالنا دعوه، مالنا فيه، مالنا فيه. الرساله دي للملحد والمسلم والمسيحي واليهودي والبوذي. بقول لك اهو، انت يا عم المسلم، حد بيشتم دينك، حد بيسب، حد بيطرح افكار، ما تشجعش على العنف. انت يا عم المسيحي، حد بيشتم دينك، حد بيسب، حد بيطرح افكار، ما تشجعش على العنف. انت يا عم اليهودي، مع ان تقريبا ما عندناش يهود بس عندنا يهود بس باسامي تانية برضه، ما تخلينيش اتكلم في الموضوع ده. حد بيشتم دينك، حد بيطرح افكار، ما تشجعش على العنف. تمام. فيك بق، فيك بق اتكلم بيه. فيك مخ، استخدمه بدل ما انت بتقعد عليه. واخيرا وليس اخيرا، عنوانك معايا، عنوان اهلك معايا، مقاس بكسرك معايا، ومع ناس كتير. فبالتالي مش هحط اي حاجة من دي في التعليقات علشان ما نشجعش على العنف. وزي ما قلت لكم يا جماعة، اي حد عنده مشكلة مع اي حد يتكلم معاه بالمخ. المخ اللي ما بيشتغلش غير في وقت وانت بتصلي او وقت وانت نايم. مخك ما بيشتغلش غير في الوقتين دول بس، شغله بقى في وقت تاني غير الاوقات دي. تمام. ورسالة انت ليك انت يا عمر يا اوشا، ده انت لو كان اسمك عمر. عندك مشكلة يا حبيبي؟ اتكلم بلسانك، اطرح اسئلتك. متطلعش زي المرة المطلقة كده وتفضل تعيب وتشتم بحجة ان انت قاعد بره. طب ما انت ممكن يحصل لك اي مصيبة بره، استفدت انت ايه؟ عندك مشكلة يا سيدي؟ اتكلم فيها، اتكلم فيها باحترام وادب. تلاقي اللي يرد عليك باحترام وبادب، عشان احنا والله فينا اللي مكفينا ومش ناقصه ولسه دلوقتي طالعين من معمعة الذهب. فبالله عليك يعني، بالله عليك ايه؟ فخف علينا يعني، وحياة الاجرام السماويه والانشطار الجزيئي فاهم؟ بما انك ملحد يعني، خف علينا شويه. واي حد تاني يخف علينا، وانتوا كمان خفوا عليا شويه لان انا اتخنقت. تمام. متنسوش بقى تعملوا فولو لام الصفحه عشان يوصل لكم كل جديد، وتدوني لايك وتشيروا الفيديو ده. تمام. طريقة الإبلاغ، هتخش على الفيس عندك، هتدوس على علامة القصة، بتكلم بالعربي عشان كله يفهم. تمام. هتدوس على علامة الموسيقى، هتكتب في السيرش يا نبي، هيطلع لك الأغنية بتاعته باسم عمر وشة، يا نبي السلام عليك، وتحتها كده إيه اسم عمر وشة. هتدوس على الثلاث نقط. ما انصحكش إن أنت تسمعها عشان هتتأذي عاطفيا. يا عم الملحد اللي بتأذينا عاطفيا ونفسيا.
واخد بالك؟ انت اللي مؤمن بالحريه، فانت بتاذيني في حريتي ان انا اعتقد. هتدوس على 3 نقط وهتعمل ابلاغ. اختار اي حاجه انت عايزها تسلى عليه. بص، معاك يا سيدي نص ساعه افضل بلغ فيها براحتك. هسيب لكم الاكونت بتاعه برضو، معاك نص ساعه افضل بلغ فيها براحتك، خليه ورد يومي. تمام. وبلغ عن صفحاته براحتك وزي الفل يعني. وانت صباح الفل بقى، صباح الفل. وشيروا الفيديو عشان برضو نخففوا عن الموضوع ده شويه، والناس كلها تبلغ، والناس كلها تعرف الشخص الكيوت قوي ده بيعمل ايه ونتجمع بقى كلنا. ويا ريت كمسلمين يبقى كلمتنا واحدة ولو لمرة، وأفعالنا واحدة ولو لمرة، علشان أنا قضيت. شير الفيديو على صفحتك وعلى الستوري في الجروبات. خلونا نتفق على حاجة واحدة ولو لمرة. باي.